بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل أن نشرع في بث برنامج والصلح خير، نقف وقفة ترحم أمام ضحايا تحطم طائرة النقل الجوي العسكري اليوم في ولاية أم البواقي، والتي كانت قادمة من ولاية تمن راسد. قناة القرآن الكريم تتقدم بتعازيها الخالصة إلى عائلات الضحايا، وعلى إثر هذه الفاجعة التي خلفت هلاك 77 ضحية، أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حدادا وطنيا مدته 3 أيام ابتداء من غد الأربعاء بحول الله. وسيكون يوم الجمعة القادم بحول الله تعالى يوم ترحم على أرواحهم عبر التراب الوطني وعبر المساجد. إن لله وإنا إليه راجعون. تفضل دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، بسم الله السلام نوان ذي ذوي التنوان والصلح خير. أنا بدوري الأخت نجاة تترحم على ضحايا تحطم هذه الطائرة الجزائرية، وأسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يتقبلهم عنده شهداء، وأن يرحم جميع موتى المسلمين، وأن يلهم ذوي هؤلاء الضحايا الصبر والسلوان واليقين والإيمان بقضائه وقدره. إن لله وإنا إليه راجعون. قال ربنا في القرآن الكريم: ولكل أجل كتاب، الموت واحدة ولكن أسبابها متعددة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أسأل الله عز وجل أن يثقل ميزانهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ويسر حسابهم ويمن كتابهم وثقل ميزانهم بالحسنات. اللهم الهم ذويهم جميعا الصبر والسلوان والإيمان بقضائك وقدرك. أمين يا رب العالمين. دكتور، إذن نواصل معكم برنامج الصلح خير من خلال هذه السهرة المباركة التي أردناها للصلح، ولكن قبل ذلك نرى في تلك الاتصالات التي بقيت خلال الحلقة الماضية التي خصصناها للقضاء العادل، وفي هذه الحلقة اليوم سنخصص أيضا حلقة أخرى للقضاء العادل. قبل ذلك نرى في آخر اتصال الذي كان للسيدة فتيحة من فرنسا دكتور، التي تقول قيمة مالية قدرها 4000 أورو قرضتها لابن أخيها ولم يرد الأموال حتى الآن. تريد معرفة يعني الأجوبة كيف تتعامل معه في المستقبل. وتقول أيضا لها سؤال آخر في عدم صوم رمضان سابق، والآن هي تابت والحمد لله، وحبت ترجع الأيام اللي فطرت فيهم. دكتور تفضل. لك الفضل. الأخت فتيحة من فرنسا، بالنسبة للسؤال الأول، هي أقرضت ابن أخيها 4000 أورو. نعم. ولكن هو رفض إرجاع ذلك المبلغ حتى الآن. تسأل عن أمر الزكاة. أولا قبل أن يجيب عن أمر الزكاة أجيب عن أمر الدين. ربنا في القرآن الكريم في أطول آية في القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية 282: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. فالأمر بالكتابة هنا ضمانا للرد. نعم. ولكن ليس شرطا. لماذا؟ لأنه بين الأقارب ممكن الإنسان يتحرج. نعم. نعم. من كتابة هذا الدين، ما يروحش عند الموثق مثلا عند النوتير باش يكتب الاعتراف بالدين. ما دام يقول هي قالت هذا ولد خويا وتثق فيه. ثقة. نعم. ثقة. ولكن أسف الشديد هو لم يكن في مستوى هذه الثقة. نعم. هي ذمته إذا مشغولة بهذا الدين، وجب عليه شرعا أن يرد هذا الدين. نعم. لتبرأ ذمته. هذا من جهة. نعم. أما من في أمر الزكاة نقول للأخت فتيحة ما تزكيش هذا المبلغ إلا إذا تم إرجاعه وتسديده. بمعنى إلا بقى 4 سنين 5 سنين 6 سنين رجعوا هذا المبلغ، يعني أرجعه ذلك. نعم. المقترض هي تزكيه مرة واحدة فقط. لو كان هذا المبلغ في يدها في حوزتها تزكيه كل سنة. طبعا ما دام النصاب قد بلغ. ولكن ما دام هذا المبلغ راه في حوزة ذلك المقترض ولد خوها ما تزكيهش حتى يرجعوا. كي يرجعوا تزكيه مرة واحدة مهما كانت عدد السنوات. نعم. هذا بالنسبة لأمر الدين. بالنسبة لرمضان. نعم. بالنسبة لرمضان الحمد لله على توبتك يا الأخت فتيحة، ولكن ذمتها مشغولة. نعم. ذمتها الآن نقول. نعم. هي ذمتها مشغولة بهذا الدين. نعم. ولكن ما دام فاتت سنوات
الأمر الأول عليها قضاء تلك الأيام اللي ما صمتهاش سابقا، لازم تقضي الدين نتاعها، يعني دينها في رمضان تقضي تلك الأيام كاملة، والعبرة بغلبة الظن. نعم. ربما لا يتذكر الإنسان إذا كانت الأيام 10 أيام أو 50 يوما، ماذا تفعل في هذه لذلك الحالة؟ قلت العبرة بغلبة الظن. نعم. يعني إذا كان شكت مثلا 40 يوم ولا 50 يوم تقول 50 يوم. نعم. يعني دائما تبني على الأكثر، نعم. ما تبنيش على الأقل. نعم. هكذا. بارك الله فيك على سؤالك المهم، لأنه كثير من الناس ينساو، يعني ينساو عدد الأيام، لذلك الإنسان يبني على الأكثر. نعم. تقول وقيل أني مدينة ب 40 يوم ما صمتهمش، ولا 50 يوم تقول 50 يوم، 50 يوم ولا 55 تقول 55 يوم. تقضي تلك الأيام. هذا من جهة. الأمر الثاني أنه لازم تقدم الفدية نتاع التأخير، لأنه منذ سنوات. نعم. فدية نتاع التأخير إذا قدمت 10,000 يعني 100 دينار عن كل يوم هذا يجزئ بإذن الله تعالى. أما إذا كان ما قدرتش الآن صحيا باش تقضي تلك الأيام، باش نجيبوا كاع الاحتمالات، نعم. ماذا عليها؟ تطعم مسكينا واحدا عن كل يوم، يضاف إلى الفدية، فدية التأخير هذه ذكرناها. نعم. دائما تبقى لازمة. نعم دكتور، نتمنى أن تكون فتيحة من فرنسا في مشاهدة برنامج الصلح خير. بالنسبة لصبرنا من فرنسا، وكان آخر اتصال دكتور، تقول يعني زوج صبرنا قبل وفاة والده اشترى قطعة أرض وسجلها على الابن الأكبر، يعني على ولده الكبير. بعد وفاة الابن الأكبر منع إخوته واستحوذ على الأرض كاملة، وكذا يعني حتى على ليجاراج والمنزل أيضا. تقول صبرنا من فرنسا دكتور. نعم، أجيب الأخت صبرنا بما يأتي بيانه. الآن العبرة بالحقيقة، بمعنى ممكن الإنسان يشتري بماله الخاص، نعم. ولكن تسجيل الشيء المشترى سواء كان مثلا مسكنا أو دكانا أو قطعة أرض يكتب على اسم شخص باسم شخص آخر لإجراءات، يعني اعتمادا على إجراءات قانونية معينة. نعم. أو تيسيرا للإجراءات القانونية في أمر التسجيل مثلا. ولكن هذا التسجيل لا يغير من الحقيقة شيئا. يعني في الحقيقة دراهم نتاع صاحب المال يعني، نعم. وذلك نعم. العقار المشترى هو لصاحب المال. إذا ما يجيش واحد يحتج بالوثيقة يقول أنا عندي كارت. وقد قلنا أختنا جات في يوم من الأيام ممكن مثلا المرأة في الحياة الزوجية تمد دراهم لزوجها 140 مليون مثلا دراهمها. نعم. وهو يشري طوموبيل ولا كارت جريز تكتب على اسم الزوج. نعم. يعني كي صار خلاف يجيو ليك ولا عندي ولا لأي محامي ولا أي قاضي ولا يقولوا له كارت جريز على من؟ يقولوا على الزوج. نعم. يقول إذن هو صاحب السيارة. نعم. هذا الظاهر، أو بمعنى آخر من الناحية القانونية. نعم. ولكن من ناحية الشرعية، من ناحية الحقيقة، السيارة لمن؟ للزوجة. نعم. لذلك قضاء يربح القضية لو كان توصل المحكمة. ولكن القاضي يشوف إلى الوثائق، هو لا يعلم الغيب، ولكن عند ربي سبحانه الذي يعلم السر وأخفى. السيارة لمن؟ لتلك الزوجة. نقول الناس اتقوا الله، ما تشوفوش غير الكواغط، خاطر كاين بزاف الأخت نجاة الذين يحتاجون بالكواغط بالوثائق. قلنا كواغط على اسمي، صحيح على اسمك، ولكن الحقيقة ماشي نتاعك وحدك. نعم. وقع هذا بالنسبة للمنازل. نعم. وبالنسبة للأراضي. لذلك نقول للناس رسالة مهمة. نعم. جدا. نقولوا يا ناس اتقوا الله عز وجل. نعم. شوفوا الحقيقة، الشرع بما يقضي. الشرع يقول في مثل هذا الموضوع لازم تقسم حسب الفريضة الشرعية والسلام. نعم. لا للذكور والإناث كل واحد يأخذ حقه على حسب الفريضة الشرعية، وما نخزروش وما ننظروش لهذا اسمه الكارت فقط. لا، الكارت هذا إذا كان يوافق الحقيقة نعمل به، أما إذا كان مخالفا للحقيقة فلا يصح إطلاقا أن نحتج به. وإذا احتججنا به أمام القضاء في دار الدنيا لابد أن يكون ذلك الاحتجاج باطلا في عدالة السماع عند الله عز وجل. مادام الأخت طلبت يعني سؤالها كان بالأمازيغية ويجيبوها كذلك. نعم. فصبرنا والتماشى ذا مين ثوران أرجازيم
ذي نسيد يوغن ذي شرعيث مادام يوغد سوذري من سنتسا معناه أكلني ديوغي نس وحدس ماذا كال ديجا ومغار يعني ومغاريم يعني باباس برقازيم نعم وقي أثفضون والورثينس على حسب الفريضة إلا ذي الشرعيث مادام مخلوق يجي فيه كثبا الأكل يغالي بكل شيء ويثي مانيس يحرمك وياض يعني زما ديني خذعيثم الخدعة قديد الشرعي ثوري جزارة هذا سنيني أقوى ربي مكتد باللي أدياسي ونواس أين كثبيض الحرام ثبيض ثيويط بغير الحق يوم القيامة ربي أكي حاسب الحساب القرآن خيرات يفرو ذي الدنيا ساسة أذي يفك الحقي فافيس أذي الحقي مولان ولا ذي الأخرث أن دينا ربي سبحانه أقوى ذا سانقارو ذي ثغال ربي سبحانه عز وجل كل يوم كان أين زرع ذي الدنيا أثي غلث ذي الأخرث ذينا أذي ندم ولكن أندى والتنفيع أندانا. نعم دكتور، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد فيما نقدم من خلال برنامج والصلح خير. بقيت مراسلة سعيد من بويرة الذي ما زال يتواصل معنا دكتور، يقول لقد تطرقت للصلح قبل صدور الحكم بالرجوع يوم 24/11/2013 وإلى يومنا هذا لقد طلبت الصلح المنطقي والعادل، ونحن نتحدث عن القضاء العادل دكتور، لاستقرار الحياة الزوجية، لكن لم يستجيبوا لذلك لعدة محاولات. قمت بتبليغ الحكم يوم 18/12/2013 عن طريق المحضر القضائي، وعليه نتج تمديد زيارة الابن يعني يولد إلى يومين في الأسبوع، علما أن ابني يتألم من هذا الوضع وخاصة عند إرجاعه إلى حضانة أمه. حتى لا أتحمل مسؤولية العواقب، أطلب من فضيلتكم يا دكتور بتقديم لي نصيحة في هذا الشأن حتى يرتاح ضميري، وما الرسالة التي تبلغونها للزوجة ووالدة الزوجة بالخصوص اتجاه هذا الوضع، علما أن هذه الزوجة يعني الوالدين تاعها هم اللي رجعوها للبيت، يعني هم اللي طلقوها. نعم. أليس كذلك دكتور؟ نعم. الأخت نجاة في مجموعة رسائل أقدمها ردا على الأخ سعيد من البويرة، فأقول أولا من ناحية راحة الضمير نقول لا بد أن يرتاح ضميرك. نعم. لماذا؟ لأنه دار كل المحاولات وتقدم أحد الشيوخ الذي يعني جزاه الله خير دار محاولة من جهته من أجل إصلاح ذات البين. إذن من هذه الجهة ضميرك يا أخي سعيد لازم يكون مرتاح، درت اللي عليك، هذا من جهة. نعم. من جهة ثانية للأسف الشديد نهار اللي يكون الفراق بين الزوج والزوجة وقد نتج عن هذا الزواج أولاد. نعم. وطفل. وليدوا. نعم. والطفل هذا لا يجوز إطلاقا أن يكون محل نزاع بين الوالدين لأنه بريء وذكرنا مرارا قوله تعالى في سورة البقرة ولا تنسوا الفضل بينكم بعدما تحدث الله عز وجل عن بعض أحكام الطلاق ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني المفروض حتى بعد الفراق، علاش قال ربي سبحانه الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن مقتضيات التسريح بإحسان ألا يتحول الأولاد إلى كرة قدم بين الزوج والزوجة وبين المطلق والمطلقة، بين الأب والأم، لأنه هو بريء. المفروض يجتهد الأبوان في توفير أسباب الاستقرار والأمن النفسي لهذا الولد نعم. باش ما يحسش بأي ظلم لا من جهة الأب ولا من جهة الأم ولا يشعر أيضا بالحرمان. بعض الناس يعني يتشبثون بالقانون. مثلا القانون إذا كان قال كل سمانة الوالد يدي وليده نهار، إذا كان الطفل هذا يعني زيارة يديه لعنده، إذا كان الطفل هذا متمسك بأبيه عبر عن رغبته في المكوث مع والده أكثر من يوم، نعم. أليس من العدل أن تتركه والدته لأبيه نعم. باش يعني يرتاح ويهنى لمدة أخرى، أم نعم. أنها تحضر معها قرار أو حكم المحكمة رفقة اللوسي المحضر القضائي، نعم. تقول له نهار برك انتهى وقت الزيارة الساعة 5 لازم ترجعوا لي، يعني محسوب انتصرت.
هذا انتصار، هذه فتوحات، هذا يعني كيف نسمي هذا؟ هذا كله على حساب ذلك الولد. نعم. لذلك الأخ سعيد هاو زاد دار إجراءات وكسب يومين الآن. يومين، وقال أن الابن تاعو يرتبك بعد رجوعه وهكذاك والطفل الحاضنة. نعم يتألم وهو يغادر والده. نقول يا ناس اتقوا الله عز وجل، شوفوا مصلحة المحظوظ. بالمناسبة الأخت نجاة، حتى قانون الأسرة الجزائري بدءا من المادة 62 وما بعدها، وهو يتحدث يعني المشرع الجزائري يتحدث عن ضرورة مراعاة مصلحة المحظون. يعني المفروض الأب والأم لازم يراعيوا مصلحة المحظون. إذا كان طفل بغى يبقى مع باباه 3 أيام خليه يبقى 3 أيام. إذا كان بغى يبقى عند يماه 10 أيام خليه يبقى 10 أيام. ما يلزمش يكون تمسك وتشدد وتعنت أو تعسف في استعمال الحق في مدة الزيارة. نعم. وهذا أمر في الحقيقة يعني مؤلم جدا. في كثير من المرات نرى يعني تجاوزات خطيرة جدا. شكون اللي يدفع الثمن؟ هم هؤلاء الأولاد الضحايا. يعني هذه نصيحتنا يا أخي سعيد. إن شاء الله ربي يرجع المياه لمجاريها. إن شاء الله ربي يهديهم ويهدينا جميعا باش نتبعوا شرع الله عز وجل في هذا الأمر، باش وليدك يتربى إن شاء الله في عزكم دون أن يتأذى أو يتألم أو يعيش هذا الجحيم الآن، وحينما يكبر قد ينتقم من الجميع. هذا الطفل راه يفهم، ما ينساش، راه يتألم، وهذه الجروح وهذه القروح تبقى راسخة يعني في الذاكرة، تبقى راسخة في ذاكرته وفي قلبه وفي نفسه. غدوة كي يكبر ممكن ينتقم ممن ظلمه. ونحن نريد حياة السلم حتى إذا كان فيه طلاق أو في فراق، ولكن لا بد أن يكون يعني بسلم ويكون بأمن، أو كما قال الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم دكتور، بارك الله فيك دكتور. إذا نتواصل معكم أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، من خلال برنامج والصلح خير، وفي حلقة أردناها أن تكون للقضاء العادل. لكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام الهاتفية التي هي 021 37 42 87 021 37 45 64، والتي تشاهدونها في أسفل الشاشة. ننظر في قضاياكم وفي مشكلاتكم وفي نزاعاتكم وأنتم تبحثون عن القضاء العادل في هذه الحلقة. إذن دكتور، السؤال بالنسبة لهذه الحلقة: ما هي ضمانات القضاء العادل في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ تفضل دكتور. لك الفضل أخت نجاة. نعود إلى رسالة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق. نعم. وهي رسالة أرسلها إلى أبي موسى الأشعري وهو قاضيا، وهو كقاضي على الكوفة. نعم. هذه الرسالة أخت نجاة أكرر وأؤكد على أنها تعتبر دستور القضاء، تعتبر رسالة قوية في القضاء، احتوت على مبادئ شرعية قانونية مهمة جدا لا يمكن للقاضي الاستغناء عنها إطلاقا إلى نهاية الدنيا. لماذا؟ لأنه استمدها من شريعة الله عز وجل، من الكتاب والسنة، وكذلك أنه مارسها عمليا. يعني كان تيوري براتيك. عمر بن الخطاب تحدث عن الجانب النظري، وكذلك طبق ما كان يقوله يعني في قضائه العادل. فهو عمر الفاروق. وقد ذكرنا ما قاله الحسن البصري رضي الله عنه حينما قال: أكثر من ذكركم لعمر فإنكم إن ذكرتموه ذكرتم العدل، وإن ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل جل جلاله. ثم تبدأ هذه الرسالة كما قلنا المرة اللي فاتت، يعني شرحنا جزءا، وهذه المرة جزء، والجزء الأخير إن شاء الله ندرسه أو نلخص بعض أحكامه في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. سلام عليك، يعني من أمير المؤمنين عمر الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: سلام عليك. أما بعد، قال: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. هذا كله شرحناه المرة اللي فاتت. ولكن اليوم نبدأ من الجزء الأخير حينما يقول: لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. هكذا يقول عمر. يعني تعليق على هذه الجملة، ما معناه؟ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. يعني ما الفائدة أن يصدر القاضي حكمه العادل، ولكن هذا الحكم لا ينفذ مثل ما يحدث في أيامنا هذه للأسف الشديد، وما نراه وما نلمسه في واقع الناس. هذا أمر مؤلم جدا. الواحد يكون عنده حكم قضائي نهائي، يعني استنفذ جميع الطرق، طرق الطعن العادية وغير العادية، يعني خلاص. مع ذلك يأخذه بين يديه
ولكن يجد إشكالات في التنفيذ. هناك يعني أي لا عواقب. ينفذ. نعم. أو ينفذ بعد ينفذ سنوات طويلة جدا. نعم. هذا تعليقي ما ذكرناه المرة اللي فتؤكده اليوم. الشر أنواع الظلم العدالة البطيئة. أعيد: الشر أنواع الظلم العدالة البطيئة. نعم. إذن عمر بن الخطاب منذ قرون أشار إلى هذا الأمر المهم جدا. ثم يقول في باب الضمانات لكي أجيبك الأخت نجاة، قال: آسي بين الناس. هو الآن يخاطب هذا القاضي. نعم. من هو؟ هو من كبار الصحابة، ممن جمع بين الدراية والرواية، ممن انتهى إليه حسن الصوت في تلاوة القرآن. هو من علماء الصحابة أبو موسى الأشعري. قالوا: آسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك. مهمة جدا. القاضي حينما يتصدر القضاء، حينما يعتلي منصة القضاء، أمامه خصوم لزادفيرسير المتقاضون قدامه. الآن القاضي لابد أن يكون عادلا حتى في وجهه، بمعنى إذا نظر إلى هذا الخصم بنظرة معينة لابد أن ينظر إلى ذلك الخصم الادفيرسير نعم. بنفس النظرة أو بنظرة نفسها. نعم. ماشي واحد يضحك في وجهه يقولوا أهلا وسهلا مرحبا إلى آخره، والثاني يعني ينظر إليه نظرة اشمئزاز أو نظرة غضب. يعني هذه مسألة جزئية جدا تفصيلية، ولكن انتبه إليها عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال: لابد أن تكون عادلا حتى في نظرتك، حتى في وجهك، كيف تستقبل الخصوم في وجهك. ثم قال: وفي مجلسك. يعني مثلا ماشي واحد يقول له أنت أجلس تريح تفضل، والثاني يقول أنت وقف مثلا، ولا الأول يقربه إليه يقول أنت اقترب، وهم خصوم، والثاني يبعده عنه، حتى ولو كان بين القاضي وذلك أحد الخصوم خصومة. يعني قد يكون ذلك. ممكن لسبب من الأسباب القاضي يعني يميل إلى أحد الخصوم، ولكن لا يجوز. أو يكره أحد الخصوم، لا يجوز أن يستغل ذلك في الظلم. لذلك رب يقول في القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على، الشنآن معناها الحقد والبغضاء. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. معناه اللي يخاف ربي سبحانه لازم يكون عادل، سواء في الوجه كما قال أو في المجلس وقضائك. طبعا عند إصدار الحكم أيضا يجب أن يكون عادلا. حينما يعتمد القاضي بعدما يدرس الملف إلى آخره يعتمد على قواعد الإثبات. نعم. الإثبات القواعد كثيرة من هذه القواعد القرائن. كاين القرائن البسيطة، كاين القرائن القاطعة التي لا تقبل إثبات العكس، كاين الإقرار. قد يقر أحد الخصوم بأمر معين والإقرار سيد الأدلة. والشهود أيضا. لماذا؟ لأن الشهود أو البينة هذا أمر مطلوب كضمانة. أنت سألت عن هذا الأمر. نعم. لذلك قال عمر الخطاب ثم يقول: حتى لا يطمع شريف في حيفك. نعم. علاه؟ بمعنى دكتور، بمعنى الإنسان الشريف معناها اللي عنده الكتاف كما يقول بلغة نعم اليوم. اللي واصل كما نقول. عنده الكتاف وعنده رجال وعنده المال وعنده مركز اجتماعي أو سياسي معين. إذا كان شاف القاضي عادل ظالم عنده لي بوان فابل، سوف يدخل من تلك نقاط الضعف، أليس كذلك؟ وكأنه يضغط عليه. نعم. لذلك قالوا: حتى لا يطمع شريف في حيفك. الحيف معنى الظلم أو الجور. نعم. وبعدين يقول: ولا ييأس ضعيف من عدلك. نعم. هذاك الضعيف اللي ما عنده ولا شيء. نعم. رسالة قوية جدا فعلا تمثل هذه الرسالة دستور القضاء. ولا ييأس ضعيف من عدلك. هذاك الضعيف اللي ما عنده المال، ما عنده رجال، ما عنده المركز، ما عنده شيء، لازم يأتي إلى مجلس القضاء وهو قوي، يقول: أنا عندي قاضي عادل هو سينصفني. بارك الله فيك. نعم. ثم يقول في الأخير: البينة على من ادعى. يعني أقول في الأخير بالنسبة للمقطع نتاع اليوم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم. البينة الشهود. بالنسبة للشهود رب سبحانه ذكر أمر الشهود مثلا في الآية 282 من سورة البقرة، وكذلك في سورة أخرى يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، كما قال القرآن الكريم. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تحدث عن الشهادة، شهادة الحق، وتحدث أيضا عن شهادة الزور. لماذا؟ لأن شهادة الحق تخدم الحق، نعم، وتدحض الباطل. أما شهادة الزور تعطي للزور أو للظلم قوة وتدحر الحق. لذلك نعم. في الحديث الذي رواه الشيخان حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ من هذه الكبائر أو أكبر الكبائر قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. كان يكررها. نعم. حتى قال الصحابة واش قالوا؟ ليته سكت. حديث نعم. صحيح. نعم. رواه الشيخان البخاري ومسلم. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن شهادة الزور من أكبر الكبائر؟ لأنها تعطي القوة للباطل وتضعف الحق. لذلك أمر الشهادة لا بد أن تكون الشهادة شهادة حق. البينة على من ادعى أكمل الرسالة، وهذا الكلام أصله حديث نبوي شريف النبي عليه الصلاة والسلام. واليمين على من أنكر. نعم. اليمين على المنكر. الذي أنكر القاضي يوجه إليه اليمين. نعم. يعني يقول لازم تقسم بالله عز وجل، معناه يستنفر أمر العقيدة، أمر الإيمان. ممكن الإنسان يحاول يخطف ولا يسرق ولا يغدر ولا يكذب، ولكن كتقول له حلف بربي سبحانه ثم نعم. يخاف من ربي سبحانه. هذا اللي كان يخاف من ربي سبحانه، ولكن هي كآخر وسيلة يلجأ إليها القاضي. نعم. ثم يقول في آخر جملة في لقاء اليوم: الصلح جائز بين المسلمين. نعم. سبحان الله. نعم. شوف يعني حكمة عمر بن الخطاب. وهذا الكلام أيضا أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الرسالة أختنا جاءت رسالة قوية جدا، درت مبادئ وقيم لا يمكن أن نستغني عنها إطلاقا. الصلح جائز بين المسلمين، معناها القاضي يعطي فسحة للخصوم باش يتصالحوا، ما يبقاش فقط يحكم، لا، إذا لقى فرصة باش الخصوم يتصالحوا القاضي لابد أن يشجعهم باش يتصالحوا. وسبحان الله حينما اصدر قانون الوساطة القضائية والقانون الإجراءات نعم. المدنية نعم. والإدارية الجديد في 2008 في الجزائر، وحينما قريت المادة 994 قلت سبحان الله، المشرع الجزائري وفق في هذه المسألة جدا. نعم. لماذا؟ لأن نص هذه المادة تقول: يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم بجدية. نعم. معنى لازم يقدم كاع لي زافونتاج، لي بوين فور، لي زارغيومون كيفاش يقنع الخصوم بالوساطة اللي هي تمثل وجها من وجوه الصلح، وإن كان الصلح هو أكبر من الوساطة القضائية. لذلك في رسالة عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري، يقول: الصلح جائز بين المسلمين كمبدأ، إلا الاستثناء، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. معناه ممنوع باش يكون الصلح يحلل الحرام اللي حرمه ربي سبحانه ولا يحرم الحلال. نكمل هذه الرسالة العظيمة لذلك الرجل العظيم في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. نعم. إذن دكتور، نبقى دائما مع القضاء العادل، ويعتبر القضاء العادل من أعظم مقاصد الدين. سعيد، هل هناك مكالمة؟ إذن ننتظر المكالمات. سعيد، اليوم ننتظر مكالمات ومن يتصل بنا ويتواصل معنا من خلال هذا المباشر. قبل ذلك سعيد، هناك سؤال ربما نطرحه دكتور بالنسبة للقضاء العادل في دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كيف هو القضاء في الأمة الإسلامية حاليا؟ هل هو قضاء عادل أو قضاء جائر؟ سؤال مهم وجريء في الوقت نفسه. بارك الله فيك. لأنه حينما نتحدث عن موضوع القضاء العادل من باب تنبيه القائمين على أجهزة القضاء في عالمنا العربي وفي عالم الإسلامي. لماذا؟ أستوقفك دكتور وسأعود إلى هذا السؤال. قبل ذلك نأخذ اتصال من ولاية بجاية. سيد أرزقي، السلام عليكم. السيد أرزقي، السلام عليكم، راك معنا في برنامج والصلح خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيد أرزقي. سيد أرزقي، ممكن تسمعنا من التليفون وتنقص التلفزيون حتى ما يكونش الصدى بينك وبين برنامج والصلح خير. سيد أرزقي. نعم. راك معنا؟ نعم. مرحبا بك، تفضل. شكرا. العفو. الو. الو، نعم، رانا نسمعوا فيك.
سيد أرزقي رانا نسمعوا فيك، راك تسمع فينا؟ هل هناك مشكل تقني أم ماذا يحدث؟ انقطعت المكالمة، سيعود الاتصال بنا إن شاء الله سيد أرزقي من بجاية. دكتور، بالنسبة للسؤال الذي طرحته قبل قليل. نعم، في الحقيقة في زمن عمر بن الخطاب كان القضاء عادلا حقيقة، وكذلك في أزمات أخرى، لأن نعم. هناك وجه مشرق نعم. ما بعد عمر بن الخطاب. نعم. نعم. ولكن الآن في الحقيقة هذا أمر مؤلم بصراحة. طبعا لا نصدر حكما عاما، نعم، بطبيعة الحال. نعم. ولكن نقول يعني القضاء لا يزال يعاني من عدة مشكلات ومن عدة نقائص. بعض النقائص تعود أساسا إلى طول الإجراءات، لبروسيدور. كلما كانت الإجراءات طويلة أو معقدة كلما ضاعت الحقوق في هذا الزخم من الإجراءات. أليس كذلك؟ نعم. الحقوق تضيع. إذن هذه النقائص بعضها يعود إلى طول الإجراءات وتعقدها، وبعض النقائص تعود إلى القضاة في أمر تكوينهم، لأن تكوين القاضي لابد أن يكون تكوينا قويا جدا ومتكاملا ومتوازنا. لماذا نؤكد على ذلك؟ لأن القاضي هو الذي يفصل في النزاعات. قد يخطئ أي شخص من الأشخاص في أي مجال من المجالات، ولكن القاضي إليه يعني في النهاية حينما يحدث ظلم أو جور، إلى أين يلجأ الناس بعد لجوئهم الله عز وجل؟ يلجؤون إلى القاضي العادل، الحاكم العادل. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث يعود إلى تعقد القضايا. اليوم نعاني من تعقد القضايا وكثرتها، فلم تعد القضايا بسيطة كما كانت في الأزمنة السابقة. الآن قضايا كثيرة ومعقدة وتزداد تعقيدا مع تعقد الحياة. ولكن يمكن تدارك ذلك بصراحة، اعتمادا على بعض الأمور الأساسية. من هذه الأمور التكوين السليم المتكامل المتوازن للقضاة، سواء كان تكوين علميا وكذلك التكوين النفسي والتكوين الاجتماعي والتكوين الديني. لأن الإنسان حينما يكون قلبه موصول بالله عز وجل كي يصدر حكم يقول حكمت المحكمة، يتفكر بسبحانه عز وجل، ويتفكر بأنه إذا كان عادلا قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما ذكر الحديث فيما سبق. والحديث الذي رواه الإمام البخاري حينما يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. هذه بشرى نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء إمام عادل سواء كان في الحكم أو في القضاء. لذلك نسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال، فيلجأ الناس إلى القضاء وهم في غاية الاطمئنان والسكينة. يقول أنا سوف يعني القاضي يكون عادلا في حقي وينصفني، وذلك مبتغانا جميعا إن شاء الله دكتور، وتتغير أموركم إن شاء الله من خلال برنامج الصلح خير. نستقبل مكالمة أخرى من ولاية قلمة. بسمة، السلام عليكم أختي بسمة. الخير. مساء الخير بسمة. أختي حبيت نطرح سؤال ونتمنى تجاوبوني عليه حالا. نعم، تفضلي بسمة مع فضيلة الدكتور بويزري في برنامج الصلح خير. التي تتكلم مع الرجال زعما. بسمة عودي سؤالك من فضلك. قلت لك واش الحكم تاع الطفلة اللي تهضر في الهاتف مع رجالها، التي تتحدث في الهاتف زعما كلام ماشي مليح. كلام ماشي مليح يعني مع الرجال وكلام ماشي مليح. نعم. نعم، هذا هو سؤالك. هذا هو سؤالي. شكرا على الحلقة. شكرا بسمة. دكتور، سمعت السؤال والجواب بسرعة. حكمه ما دام تسأل الحكم، حكمه هو عدم الجواز. نعم. عدم الجواز هذا أمر لا يجوز شرعا في الهاتف، ولا يجوز من ناحية الأخلاقية إطلاقا، فهو أمر مرفوض. ونسأل الله عز وجل يوفق شبابنا وشاباتنا إلى استخدام هذه الهواتف فيما ينفع لا فيما يضر. وهي تثير مشاكل كثيرة الهواتف. التكنولوجيا لم تخترع، هذه الوسائل لم تخترع من أجل الدمار ولكن من أجل البناء
من أجل التواصل الحسن الشريف، لا من أجل دمار البيوت ولا من أجل يعني دمار الأخلاق. والطمة الكبرى باستعمال الكلام الفاحش كما قال الدكتور، هي أكدت على ذلك. استمعت جيدا يا بسمة من قلمة إلى فضيلة الدكتور السعيد بويزري. ننتقل إلى مكالمة أخرى من ولاية بتنا، السيدة باية. السلام عليكم. الو. السلام عليكم اختي باية. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا بك. لاباس الحمد لله، وانتم واش راكم؟ الحمد لله رب العالمين. كاش برد في باتنا باية؟ كاين الثلج كاين البرد. يا خيرك يا ربي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. باية تفضلي في برنامج الصلح وخير، عندك سؤال؟ اخت نجاة، حبيت نسقسي الشيخ تاعنا. شيخنا نعم. كاينه البنت الجزائريه كي يطردها راجلها من بيتها. نعم. يجيبها الراجل يوصلها عند ماليها، يقول لهم انا جبتها لكم ضيفه. نعم. ويروح ما يزيدش يولي خلاص. نعم. يبقى مده ومن بعد يبعث لها اللوسي ويقول لها راكي راح بغيت نطلقك. نعم. دوك انا نحب نعرف حاجه برك، يعني دوك البنت هذه كي تجي وتبقى يقول لك عندها شهرين باش تقدر تهز عليه شهاده الاهمال. قضيه اهمال. دوك انا نحب نعرف الاخت نجاة. نعم. كيفاش والبنت هذه ممكن ما عندهاش وين تروح، ما عندهاش من هو اللي يوكلها، ما عندهاش دار تقصدها. نعم. شكون يتكفل بها؟ نعم. انا ما عندهاش وين تروح. كاينين بنات كاينين كما قلت عندهم بيانهم حيين لاباس عليهم. نعم. نعم. والراجل هذا ما سعاش للصلح، يجيب يطيشها ويخليها عند ناس يا ماليها يا. نعم. هذه هي نحب نفهمها برك شهرين هذو، ومن بعد يبعث لها يقول لها ويسيد جوستيس. نعم. راكي مطلقة، ما بغيتكش راح نطلقك. نعم. نعم. الأخت نجاة وشيخنا الكرام، ماذا بكم ربي يعيشكم وربي يخليكم لنا. ماذا بكم ترفعوا لي دعوة نتاع المظلوم، إنسانة مظلومة إن شاء الله. ما دارت لا بيدها ولا برجلها، كانت في أمان الله عايشة محترمه راجلها، محترمه مع زوجتها، مقدرتهم، ندير لهم شيء اللي ماذا. على الاخر يجيبوا يطيشوها. نعم. ويقولوا لها راكي مطلقه ويدهيوها بشيء اللي ما فيهاش. نعم. نعم. بارك الله فيكم. نعم. ماذا بكم تدعوا لهذه اليتيمه هذه يفرج عليها ربي ان شاء الله، ويفرج على كل مؤمن، وتدعوا لي دعوة نتاع المظلوم إن شاء الله. يا سيدة باية من بتنا، تابعي برنامج الصلح خير وستستمعين إلى دعاء فضيلة الدكتور سعيد بويزري. سعيد، هل هناك مكالمة أخرى من فضلك؟ لا يوجد مكالمة دكتور. إذا نرى في قضية كنا نتحدث عن القضاء العادل وعن العدل دكتور باية، وقد استمعت إليها لتقول لك البنت الجزائرية عندما يطردها زوجها يجيبها للدار تضيف، ومن بعد تيك يجيب لويسي جوستيس ويقول باللي راهي مطلقة. نعم. والله أمر غريب بدون تقول هي بدون ما تضر أو تضر نفسها أو زوجها أو العائلة. الحمد لله أنه كاين القضاء العادل عند رب سبحانه عز وجل، ويعود دائما الطلاق دكتور إلى في كل مرة، كل حصة، في كل مرة، حتى في برنامج هلا سألوا دكتور. في كل مرة وفي كل يعني ما تفتح الهواتف للناس. لأنه فيها ظاهرة محزنة جدا، وظاهرة مقلقة للغاية. طيب، هي تقول في نهاية كلامها قالت باللي أنه هذه المرأة طيعة زوجها وطيعة موالين الزوج وكذا إلى آخره. يعني سبحان الله، المفروض كما قال القرآن وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. ما دام دارت فيهم الإحسان، دارت فيهم الخير، المفروض تقابل هي أيضا بالإحسان وبالخير. ولكن للأسف الشديد أن يقوم هذا الزوج، طبعا نحن نحكم أو نقضي بما نسمع، يأخذها ضيفة ثم يبعث لها لوسي بدعوى أنه بغى يطلقها. نعم. ماذا نقول؟ يعني احنا اسمح لي نقول الإنسان العادل أو الإنسان التقي اللي خاف ربي سبحانه ما يدير هذا الشيء. إذا عندهم مشكلة دائما نكرر ونقول المشاكل من خصائص الحياة الزوجية. ما لا يمكن نتصور حياة زوجية بلا مشاكل، عايشين مع بعض في الحياة الزوجية، في العمل، في الطريق، في كل مكان، في الشركة، في أي مجال، داخل الملعب اللي يلعبوا كرة القدم. نعم. وين يكون تجمع بشري يعملون عمل معين لابد أن تكون مشاكل، تكون نسبة من المشاكل. طيب. نعم. وهذو يربوا ذراري كيف وعندهم علاقات أسرية والبيع والشراء مش عارف ايه، يكون عندهم مشاكل. ولكن أن واحد يحتال أو يعمل هذه الطرق، يقوم بهذه الطرق الاحتيالية، هذا اللي مرفوض. نعم. يأخذها على أنها ضيفة ثم يبعث لها لوسي نعم. بدعوى قضائية.
درك واش نقول؟ هي الآن تطلب الدعاء في الحقيقة، لأنه القضية باش نقدروا نفروا قضية نسمعوا الطرفين، نسمعوا الطرفين. حتى دائما الرسالة التي نوجهها نقولوا اتقوا الله، ربي سبحانه يقول أصلحوا ذات بينكم، نقول لهم ذلك لا بد أن الزوج والزوجة يسعوا من أجل إصلاح ذات البين، من أجل حل مشكلاتهم بالتعاون بالحوار، لأنه إذا غاب الحوار تحقق الدمار. وكذلك أن الزوج لازم يغض الطرف عن بعض أخطاء زوجته باش تستمر الحياة الزوجية، والزوجة أيضا لازم تغض بعض الطرف نتاعها عن بعض أخطاء زوجها لتستمر الحياة الزوجية، يكون تكامل، يكون تعاون. هكذا قال القرآن وهكذا قالت السنة، وهكذا عاشت الأسر السعيدة المستقرة في حياتنا جميعا. ولكن أما أنه فعل ما فعل، نقول له يطلب الدعاء، نقول يا أختي لازم ديري في بالك بأن دعاء المظلوم مستجاب. نعم مستجاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. يعني اللي مظلوم مرأة ولا راجل يرفع يده لربي سبحانه عز وجل، ربي يستجيب، لأنه وعد قال ادعوني أستجيب لكم. والحديث سمعناه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة. والشاعر الزمان قال لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لذلك نقول الأخت أسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الإنسان اللي ظلم باش يرجع إلى الحق والصواب، وأسأل الله عز وجل أن يوفق هذه المظلومة إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرعاها بحسن رعايته، لأنه إذا كان ما عندهاش الكافل وما عندهاش الوالي كان ربي سبحانه عز وجل، وربي ما يضيعهاش، واللي خلق ما يضيعها. نعم دكتور، بارك الله فيك. ونظن أن نباية كانت تستمع إلى كل ما قاله فضيلة الدكتور سعيد بويزري في برنامج والصلح خير. سعيد، هل هناك مكالمة؟ سعيد، إذن في انتظار مكالمتكم. دكتور، ربما سؤال أود طرحه من خلال برنامج الصلح غير في جلسات الصلح الذي يترأسها فضيلة الدكتور سعيد بويزري، وهو يرى كل هذه القضايا والخلافات، كيف يكون التطبيق وكيف يكون القضاء العادل بالنسبة لجلسات الصلح؟ هل هناك إجراءات؟ هل هناك تمعن أكثر وأكثر في القضايا التي هي بين أيديكم دكتور؟ بارك الله فيك. يعني أستثمر هذا السؤال لأجيب عنه بشيء من التفصيل، لأنه سؤال مهم جدا. أولا نستقبل القضايا من عدة يعني محسوب القنوات. القناة الأولى الخصوم أنفسهم هم يتصلون، يعني قد يكون أحد الخصوم هو الذي يتصل مباشرة، وممكن الخصمان يتفقان على اللجوء إلى مجلس الصلح من أجل النظر في قضيتهم. هذه القناة الأولى. معذرة دكتور، كلما تطرقت إلى فكرة أو سألتك سؤال تأتي المكالمات. إذن أميرة باتنا ومريم من أشلف. طيب، نأخذ أميرة من ولاية باتنا في برنامج الصلح خير. السلام عليكم أختي الكريمة. الو، السلام عليكم. مرحبا بك أميرة. بك يعيشك. الله يعيشك. حابة نسقسيك سؤال. عندنا جدة توفات. نعم. قبل 3 أيام قبل الوفاة تاعها معاهم في الدار شافوا كي شغل حاجة هكا الضوء يمشي، دخلت تحت ونزيها كانت راكبة. ودرك الولاد تاعها ولاد بنها راهم يشوفوا ضوء يمشي ونزيها ويروح ونزيها راكبة، ونزيها كانت راكبة في البيت اللي تسمى وش معناتها هذه. هما قالوا لهم لازمتهم ترقيو. نعم. لازم ديروا الرقية في البلاصه اللي ماتت فيها. ثم النور هذا الضوء هذا اللي راهو يمشي هكا وش معناتها في ثم الروح تاعها ولا وش معناها؟ رقية في المكان الذي توفت فيه. نعم. ونزيها كانت راكبة. هما 3 أيام من قبل شافوا النور هكا كي ضوء تاع البورطابل. نعم. مشاو دخل تحت السرير تاعها ونزيها راكبة. 3 أيام ماتت. نعم. هذه هي. بارك الله فيك. وفيك بركة أميرة من باتنا. مريم، ربما انقطعت المكالمة من الشلف، ستعاود الاتصال. دكتور، بالنسبة للسؤال والقضاء العادل في مجلس الصلح. إذن القناة الثانية هي أحد الوسطاء، يعني صديق أحد الخصوم هو الذي يعرض عليهم أو يقترح على الخصوم يعني فكرة اللجوء إلى الصلح. المهم حين حضور الخصوم طبعا لا بد من الاستماع أولا إلى الطرفين في الوقت نفسه، ولكن إذا تعذر ذلك ممكن الاستماع إلى طرف بمفرده ثم الاستماع إلى طرف آخر بمفرده. لماذا نلجأ إلى هذه الطريقة؟ لأنه حينما يلتقي أحيانا
ليس دائما. حينما يلتقي الخصمان أو يلتقي الخصوم ممكن تزداد المشكلة يعني تعقيدا. وكذلك نطلع على الوثائق التي يقدمها أطراف النزاع. نعم. كما يفعل القضاء تماما. نعم. تقدم يعني الوثائق والملفات إلى آخره، ونحضر الشهود حينما نحتاج أيضا إلى شهود. نعم. يعني إذا كانت المسألة فيها إشهاد، فيها شهود، لابد من استماع إلى الشهود طبقا لشريعة الله عز وجل. وكذلك وهذه كلها مؤصلة طبعا شرعا. الأمر الآخر وهو مهم جدا، يعني في حالة ما إذا كان القضية وصلت إلى المحكمة وصدر حكم مثلا ابتدائي، لابد أن نطلع على ما قضى به القاضي لنستأنس به، قد نعمل به تماما. إذا وجدنا الحكم القضائي يعني ما شاء الله موافقا للشرع تماما نقضي به ونؤكد عليه ونثبته ونقدم الحجة التي تبين أن هذا الحكم حقيقي وصادق وصحيح. وكذلك أيضا نستعين بالخبراء إذا كان المسألة تحتاج إلى خبرة فنية، ديزيكسبير، لأن ربي سبحانه قال فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. نلجأ إلى الاستعانة بالخبراء، وهذا أمر شرعي. نعم. لأن ربي سبحانه قال وإذا حكمتم بين ناس أن تحكموا بالعدل. وتأتي القاعدة الفقهية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. كل ما يساعدنا على إحقاق الحق وإبطال الباطل وإظهار الحقيقة نعمل به. فالاستعانة بالخبراء أمر مهم جدا. ودعيني أبعث رسالة إلى رجال الصلح في بلادنا خاصة وفي العالم الإسلامي عموما، فأقول إذا كان بكري يعني فيما سبق كانت مجالس الصلح لا تعتمد هذه الفنيات، يعني شيوخ كبار أفرزهم الواقع، عرفوا بعدلهم ومكانتهم في المجتمع وحنكتهم وخبرتهم، يلجأ الناس إليهم فيفصلون في قضاياهم اعتمادا على سلطتهم المعنوية وعلى خبرتهم. ولكن الآن تعقدت الأمور، أصبحت القضايا معقدة جدا وتحتاج إلى خبرات فنية، لذلك نعتمد على ما قام به أجدادنا، يعني نعتمد على منهج الأصالة. وفي الوقت نفسه نطعمه بمنهج الحداثة. فنجمع بين الحسنيين، نجمع بين الأصالة والحداثة، فنعتمد تلك الأصول التي وضعها الأوائل، بدءا طبعا من عمر بن الخطاب كما قلنا، أو من النبي صلى الله عليه وسلم أساسا، وهو القاضي الأول وهو القاضي العادل الأول، ثم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم جميع التجارب الناجحة في تاريخنا الإسلامي المشرق. وفي الوقت نفسه أيضا نعتمد على الخبرة الفنية وعلى العلوم الحديثة التي تساعدنا على إحقاق الحق. نعم، نشكرك دكتور على كل هذه التوضيحات، ونحن دائما كما أقول نتعلم من فضيلة الدكتور سعيد بوزيري الرجل المصلح. بوعلام يتصل بنا من العاصمة. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم. مرحبا بك بوعلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. راك معنا في برنامج. نعم. الله يسلمك، الله يعطيك الخير. الله يسلمك. ورحمة الله ومرحبا. الله يسلمك. حبيت نسأل في واحد التفسير. عندي العجوزيمة ماتت. نعم. ماتت قبل من باباها. نعم. وعندي خالي دا فايدة. قبل من باباها ماتت. نعم. وعندي خالي دا فايدة وما داش فيها العجوزيمة. نعم. حبيت نسأل فيها، حبيت نعرف. نعم. حبيت نعرف اسكو لازمني دايما فيها. نعم، هذا هو السؤال تاعك بوعلام. هذا هو السؤال وشكرا. العفو بوعلام. تواصل معنا وراح تستمع إلى فضيلة الدكتور سعيد بوزيري بالنسبة لهذه المساءلة. سيليا من بومرداس. السلام عليكم. عائشة من فرنسا. نعم سعيد، شكرا. السلام عليكم عائشة. السلام أختي ورحمة الله. مرحبا بك. بارك الله فيكم. وفيك بركة. تفضلي. نحب نتكلم عليك على جال الزكاة أختي. يشرح لنا الشيخ. نعم. لورو شحال زعما يكون عندنا باش نسلكوا الزكاة. ما فهمناش زعما شحال عندنا كي يكون عندنا لورو شحال باش نخلصوا الزكاة. مانيش فاهم هذا الشيء، حبيت الشيخ يتكلم لي يوضح لي هذا الشيء. نعم.
القيمة المالية تاع الأورو بالنسبة للزكاة. نعم، هذا هو سؤالك عائشة من فرنسا. السؤال وماذا بيا ثاني على البرنامج نتاع البارح اللي تكلموا عليه على هذوك الاولاد المرض وكل شيء. فاستبقوا الخيرات. نعم. زعما تعملوا لنا واحد اللي هنايا قادرين زعما ندفعوا الشيء اللي عندنا من الزكاة من الشيء اللي فضلناه، نعاونوا بهم الاخوان اللي هما مرض هنا في باريس. نعم نعم. بس ما فهمناش وين ندفعوا الدراهم، وين نمدوهم. نعم. وين. نعم. طيب، باسم الطاقم فاستبقوا الخيرات وباسم الدكتور مسدور والزميلة نصيرة مزهود، عائشة تقدري تخلي رقم التليفون تاعك؟ رقم التليفون ديالي خلي رقم التليفون تاعك باش نعطوك المعلومة الحقيقية غدا بالنسبة لبرنامج فاستبقوا الخيرات. اسمحي لي خلينا نعقب لك بنتي تعطيها لك. نعم، أعطي سعيد من فضلك خذ رقم التليفون سيدة عائشة باش نعطوه للزملاء لأنها تستفسر في هذه الحصة بالنسبة للحالات اللي تمر في حصة فاستبقوا الخيرات. دكتور بوعلم من العاصمة يقول الأم تاعو توفت قبل الوالد تاعها، قبل جده، ويقول الخال خاله اللي دار الفريضة ويطرح سؤال يعني وما دارش حساب للأم رحمها الله. نعم. قبل ذلك نجيب باختصار الأخت أميرة من بتنا. حنقول يا الأخت الفاضلة جدك ربي يرحمها برحمته الواسعة، هذا من جهة. من جهة ثانية طبعا هذه الحصص ليست حصص يعني تأويل الأحلام. نعم. كما نذكر دائما سواء في حصة فاسألوا هل سألوا ولا حصة والصلح خير، ولكن الذي نقوله كل ما خالف المألوف. ما فهمت قد كالنور يعني دكتور. هل كل ما خالف المألوف. نعم. المألوف يعني الشيء اللي ماهوش عادي. الإنسان أولا إن شاء الله يرجو من ذلك من الله خيرا، هذا من جهة. من جهة الثانية قراءة القرآن أمر مفيد جدا. ربي قال في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وربما نفوس أو قلوب العائلة اللي صار يعني وين صارت وفاة وكذا ما هيش مطمئنة وما هيش مرتاحة، تقرأ من القرآن الكريم. ربي قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانهم. إذا ننصحهم بقراءة القرآن في البيت. والحقيقة نتمنى ألا تفرغ بيوتنا من تلاوة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أو البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب. نعم. من هذا الباب إن شاء الله تعالى يكون تحصين لبيتكم يا الأخت أميرة. أما بالنسبة لبوعلام يا سي بوعلام أخويا، نقول لك بالنسبة للفريضة، إذا كان صارت الوفاة هذه قبل 84 نتكلم من الناحية القانونية من الناحية الشرعية. من الناحية القانونية إذا كان قبل 84 فالقانون المطبق وقتها نعم. كان العرف، يعني كان الفقه يضاف إليه العرف. نعم. بمعنى ممكن الآن واحد يرفع دعوة قضائية في مثل هذه الحالة وما تديش ما دام هي ماتت قبل أبيها هكذا. ولكن بعد 84 لا، القانون في المادة 169 إلى غاية المادة 172 تحدث عن ما يسمى أو نص على ما يسمى بالوصية الواجبة. نعم. أي التنزيل. التنزيل طبعا دون أن ندخل في التفاصيل تاع هذه المواد وين كلمة الأحفاد كيف تفسر خطر الذكور أو إناث وكذا، ولكن الذي نراه صوابا يتفق مع الفقه ومع اللغة العربية ومع اللفظ المشترك كلمة الحفيد. نعم. لأنه الحفيد مثل كلمة الولد اللفظ المشترك. نعم. يعني يشمل الذكر والأنثى معا. نقول بالنسبة لماك اللي ماتت قبل أبيها لازم تجي في الفريضة اعتمادا على قواعد الوصية الواجبة أو قواعد التنزيل. نعم. هكذا هي ماتت طبعا شكون اللي يجي ولادها. نعم. هي ماتت قبل أبيها. نعم. نعم. ولكن مادام هي ماتت أبوها يرثها وأولادها يرثون، أليس كذلك؟ أيضا. ولكن مادام هي ماتت قبل أبيها وبعد ذلك مات أبوها فذلك الجد بالنسبة للأحفاد يعني ميراثه ينتقل إلى ورثته، ومن ضمن ورثته
أولاد هذه المرأة التي ماتت قبل أبيها طبقا لقواعد الوصية الواجبة. طبعا ما عطانيش تفاصيل يعني الورثة شحال وكذا باش نعطوا الفريضة، أكتفي بهذا الجواب العام. نعم. بالنسبة لعائشة من فرنسا تقول زكاة. بالنسبة للزكاة، وتقول بالنسبة للأورو شحال كيفاش تكون الزكاة بالنسبة للأورو في فرنسا. الأخت عائشة بارك الله فيك على سؤالك، لأنه اللي يسأل عن الزكاة فالزكاة مقرونة بالصلاة 30 مرة. معذرة نأخذ آخر اتصال. رزيقة من العاصمة. السلام عليكم أختي الكريمة في برنامج الصلح خير. رزيقة. ألو رزيقة، عندك مداخلة أو سؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حبيت نسألك، أنا أنسة في عمري 20 سنة. 20 سنة. كتبت بي امرأة منذ أن كان عندي 3 أيام. نعم. كتبت لي الدار على الاسمي. كتبت لي الدار على اسمي منذ 2001. دوكا هاد المرأة خافت كي شغل لافامي تاعها ولا هكذايا من الفوق يجيو ينحوها ليها الدار بعد ما توفى على. نعم. حبت تعرف اسك واش تقدر دير باش ما ينحوها ليش هاد الدار. حبيت عطاتها لي على الهبة. هبة خلاص، هبة عند الموثق الأخت رزيقة. نعم. دوناسيون. واضح. نعم. تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك على هذا السؤال رزيقة من العاصمة. دكتور بقي 4 دقائق لنهاية البرنامج. الأخت عائشة بالنسبة لموضوع الزكاة قلت ربي سبحانه قرن بين الزكاة والصلاة في 30 مرة، وهذه هذه عندها دلالة واضحة باش يبين أهمية الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة قرينة للصلاة. مادام يتسأل عن الأورو، طبعا المقدار هو 85 جرام ذهب هكذا. نعم. لأنه المرجع هو الذهب، 85 غرام ذهب. نعم. يعني احنا في الجزائر واحد باش يشري 85 غرام ذهب لازم له 50 مليون و150 ألف. لذلك هذا هو النصاب. بالذهب هو 85 غرام، بالدينار الجزائري 50 مليون و150 ألف. نعم. هكذا. نعم. بالنسبة للأورو تقريبا ما يعادل 3880 أورو. اللي عنده هذا المبلغ ودار عليه العام يا الأخت عائشة لازم يزكي 2.5%، 2.5%. بالنسبة للأمر المحتاجين، مساعدة المحتاجين، الأخت نجاة أجابتك إن شاء الله. نعم. سنتواصل معك إن شاء الله. نعم. اللي راهم يعاونوا الفقراء والمحتاجين والمرضى. نعم والمرضى. نعم. رزيقة من العاصمة تقول 20 سنة تكفلت بها امرأة منذ كان عندها 3 أيام، وكتبت الدار على اسمها يعني هبة اون دوناسيون. قالت هذه المرأة اللي تكفلت بها خايفة لو كان الأفراد تاع العائلة يجوا وينحوا المنزل للرزيقة. الله يبارك. أولا نقول للأخت رزيقة اطمئني ولتطمئن هذه الكافلة. مادام كتبت هذا الدار عند النوتير عند الموثق هبة دوناسيون ما تخافيش ما ينحالك حتى واحد، والإنسان حر. نعم. هي تكفلت بك الله يبارك من الناحية المعنوية قامت بك. نعم. ومن الناحية المادية، وهذه سبحان الله من لطائف شريعة الإسلام أنه تعطي الجانب المعنوي الكوتي مورالي ماتيريال. نعم. هي أعطت لها أيضا دار هبة عن طريق الموثق عقد توثيقي، فقد دخلت في حيازتك. لأنه من وسائل التملك الفردي عقد الهبة. ما دام عقد الهبة موثق عند الموثق ما تخافيش، لا تخافي لا أنت ولا هي. مبروك عليك هذا الدار، وهي ربي يجازيها خير الجزاء على ما قدمت. ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع وأن يوفقنا جميعا لإصلاح ذات بيننا. جاون لهنا ثلويث أرثي مليليث إن شاء الله. دكتور في نهاية البرنامج رسائل صلح بالنسبة لهذه الحلقة. دكتور تفضل. الرسالة الأولى أوجهها إلى السادة القضاة. نقول لهم نتمنى من الجميع باش يستفادوا من دستور القضاء، من رسالة عمر بن الخطاب في القضاء. نعم. سواء من ناحية روح هذه الرسالة أو من ناحية الضمانات الواردة في هذه الرسالة، ونكمل ما بقي فيها إن شاء الله في اللقاء القادم. الرسالة الثانية أن نتعاون جميعا سواء كنا قضاة أو كنا متقاضين. نعم. أن نتعاون جميعا من أجل تجسيد القضاء العادل في حياتنا. هذا الذي يزرع السكينة ويزرع الاستقرار والأمن
بين الناس. نشكرك دكتور، ونشكر كل من تواصل معنا من خلال برنامج والصلح خير، ونحن نتحدث عن القضاء العادل. لكم مني تحية الفريق التقني الذي يسهر دائما على هذا المباشر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.